وتصحيح وإظهار طيب. السيد رئيس فريق اتحاد المغربي للشؤون، السيدة رئيسة اللقاء الدراسي، السيدة رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، والسيد الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي العدل، والسيد ممثل وزارة العدل وتحديدا ممثل مديرية الشؤون البدنية بوزارة العدل، السيدات والسادة كل باسمه وصفته، أيها الحضور الكريم، حول قراءة مستجدات قانون المسطرة المدنية أبدأ بحول الله وقوته. فإذا كان القانون رقم 5630 الخاص بالتنظيم القضائي والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ذي الحجة 14 يوليوز 2022 يشكل أحد ركائز إعادة هيكلة المنظومة القضائية، فهو يهدف إلى ضمان حسن تدبير العدالة داخل محاكم المملكة، كما يحرص على تحقيق الانسجام المطلوب مع المبادئ والقواعد المتعلقة بتشكيل المحاكم وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواقعها، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة القضائية مع المتعاملين معها، فضلا عن وضع ضوابط التدبير الإداري القضائي داخل المحاكم. ومع ذلك فإن للنظام الحالي للمسطرة المدنية لم يعد يلبي تطلعات المتقاضين، مما ينعكس سلبا على جودة الأداء القضائي، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والحريات. ويرجع هذا القصور إلى المستجدات التي يقدمها هذا القانون على مستويات عدة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الإجرائية التي تسهم بشكل عملي في تحسين جودة الخدمات القضائية وضمان شروط الحكامة العادلة قبل الحكم وأثناء الحكم وبعد الحكم، أقصد مصادر التبليغ وتنفيذ الأحكام. ومن المعلوم أن النسخة الأولى لقانون المسطرة المدنية المعمول بها حاليا تعود إلى عام 1913، وقد شهد هذا القانون تطورات متعددة ومتنوعة شملت التعريب والتوحيد في عام 1965، تم إدخال عدة تعديلات في السنوات 74 2011 2019 و2021. ومع ذلك أصبحت الحاجة ماسة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بما يتماشى وينسجم ويتفق مع المستجدات الدستورية والتشريعية التي لم تكن موجودة سابقا. الهدف من ذلك هو إعداد نص قانوني منسجم جديد متكامل ومترابط يعالج الفجوات التي ظهرت أثناء التطبيق، ومن ضمنها تعزيز الدور الدستوري القاضي في الإشراف على إجراءات التقاضي ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات وضبط الآليات الإجرائية مع مواكبة التطورات التشريعية الدولية واتجاهات الاتفاقيات العالمية، إلى جانب التغيرات الراهنة على مستويات كافة الأمور. مبادئ احترام حقوق الإنسان ومبدأ التشاركية، وماذا عن سؤال في حالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية. لقد أثار مشروع قانون المسطرة المدنية التي أعدته وزارة العدل مؤخرا جدلا واسعا داخل المغرب، وذلك بسبب التعديلات والمستجدات التي تضمنها والتي تهدف إلى تحديد النظام القانوني المنظم للتقاضي في القضايا المدنية بما يتوافق مع التغيرات الدستورية الأخيرة، مثل إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل. ويشمل هذا المشروع تعديل أكثر من 400 مادة من القانون الحالي، إضافة إلى 145 مادة جديدة ودمج 45 مادة أخرى. من بين أبرز التعديلات التي جاءت بها المسودة تقليص نطاق الحق في الطعن في الأحكام القضائية بهدف تقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتحسين الوضعية الحالية للقضاء، بالإضافة إلى توسيع نطاق القضايا التي يمكن التقاضي فيها دون الحاجة إلى محامي،
وهو ما اعتبرته هيئات المحامين مساسا بحقوق الدفاع والحق في الوصول إلى العدالة بطريقة مستنيرة. ففيما يخص أبرز مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، فحسب مذكرة التقديم يهدف مشروع قانون المسطرة المدنية إلى تعزيز دور القاضي المدني في إعداد القضايا، وذلك لتقليص حالات إصدار الأحكام بعدم القبول، كما تم منح المحاكم صلاحية الاستفادة من المعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية لحل مشكل التبليغ. ومن أبرز الإضافات الأخرى إنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ، بالإضافة إلى فتح صلاحيات لمحاكم الاستئناف ومحكمة النقد للبت في الجوهر في حال إلغاء أو إبطال الأحكام التي يتم الطعن فيها. وفيما يخص حماية حقوق المتقاضين، نص المشروع على أنه لا يمكن رفض قبول الدعوى من حيث الشكل بسبب انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ذلك ضروريا، إلا بعد إنذار المعني بالأمر لتصحيح المسطرة في أجل محدد، مع فرض غرامات على الحالات التي تتم فيها ممارسة التقاضي بنية سيئة بهدف تقليص عدد الدعاوى الكيدية، على أن هذا لا يتعارض مع تعويضات قد يتم حكم بها لمصلحة المتضررين. أما بالنسبة لتطبيق مبدأ وحدة القضاء، فقد قام المشروع بدمج مقتضيات قضاء القرب والمحاكم المتخصصة والمحاكم العادية في نص واحد، كما عمل على ملائمة عدد من النصوص مع مستجدات الدستور تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية من خلال نقل بعض الصلاحيات التي كانت تابعة لوزير العدل إلى المؤسسات القضائية. وعن تصاعد المطالب باحترام حقوق الدفاع وتفعيل مبدأ التشاركية، فلقد نادى القضاة غياب نهج المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث اكتفت وزارة العدل باستشارة المؤسسات الدستورية دون إشراك الجمعيات المهنية القضائية والحقوقية في المشاورات. واعتبر النادي أن مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في فصل 12 من الدستور هو مبدأ إلزامي لا يمكن التراجع عنه أو تجزئته، كما طالب النادي بضرورة تحسين عمل القضاء لضمان محاكمة عادلة وتسريع عملية رقمنة الإجراءات القضائية، مع التأكيد على احترام الاستقلال الداخلي للمحاكم عبر التوزيع الآلي للملفات بين القضاة والهيئات القضائية دون تدخل من المسؤولين القضائيين، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القرارات الصادرة بشأن تغيير القضاة المكلفين بالقضايا مع احترام الجداول الخاصة بالجمعيات العمومية والمحاكم. من الأهمية بمكان. من جهة أخرى، يرتكز هذا التغيير على توحيد مختلف المصادر المدنية والإدارية والتجارية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بقضاء القرب، مستندا إلى مبدأ وحدة القضاء مع تقديم تخصيص مناسب وضبط قانوني دقيق للقضايا ذات الطابع الدولي. ومن جهة أخرى، يعتمد القانون على استغلال التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي للاستفادة من مزايا الثورة الرقمية أو العصر الرقمي، كما أنه يسعى إلى معالجة التعارضات القانونية القائمة حاليا، سواء فيما يتعلق بطرق الطعن أو الوساطة الاتفاقية، كما نصت عليه الفصول من 306 إلى 327، إضافة إلى تنظيم الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأحكام. ومن المؤكد على أن الدافع الأساسي وراء إلغاء القانون الحالي واستبداله هو الحرص على ملائمة أحكامه مع المرجعيات الدولية المتمثلة في التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات العالمية المختصة بتقييم العدالة القضائية، وكذلك مع المرجعية الوطنية التي تشمل الأحكام الدستورية التي تضمن حق التقاضي وتنظم سير العدالة وتحمي حقوق الدفاع، مع ضمان إصدار الأحكام في آجال معقولة والتأكيد على إلزامية تنفيذ الأحكام النهائية. أضيف إلى هذا الخطب والتوجيهات الملكية السامية
التي تدعو إلى إصلاح شامل وعميق لمنظوم العدالة، والتي ترتكز على تبسيط الإجراءات والمصادر وتعزيز الولوج إلى المعلومة القضائية وتوفير المساعدة القانونية وضمان عدالة قريبة وفعالة، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي تشدد على حماية الحقوق والحريات وتعزيز نجاعة القضاء وتشجيع الصلح كوسيلة لحل النزاعات وتسهيل الولوج إلى العدالة. إن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد تجسيد لإرادة جلالة الملك محمد السادس الذي دعا في خطابه بتاريخ 20 أغسطس 2009 إلى الشفافية في المساطر القضائية، كما يتضمن العديد من التعديلات التشريعية التي تواكب التطور العالمي في مجال الإجراءات القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية. كما تم تضمين المشروع العديد من المستجدات التي تتعلق بالمساواة وحق الدفاع وضمان المحاكمات العادلة، مثل تسريع إصدار الأحكام وتوفير المساعدة القضائية. إن مشروع القانون يتضمن أيضا تغييرات هامة، من بينها تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال، بالإضافة إلى محاربة التقاضي الكيدي وتوسيع نطاق الإعفاء من الرسوم القضائية. كما تم إدخال التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية بما في ذلك المنصات الإلكترونية للمحامين والخبراء والعدول واعتماد التوقيع الإلكتروني، دون أن ننسى مستجدات مشروع القانون الذي يهدف إلى تقوية دور القاضي في إدارة سير الدعوى وتعزيز صلاحياته، فضلا عن تعزيز حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي في مختلف مراحل الإجراءات بما في ذلك الإجراءات الشفوية. كما تم إعادة النظر في بعض المساطر مثل مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ. وقد تم تحديد اختصاصات القضاء في القضاء التي تتعلق بالاختصاص الدولي، كما تم تنظيم مسطرة الصلح بواسطة والوساطة بشكل يعزز فرص التسوية السريعة للنزاع. فما هي إذن أبرز مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية؟ وماذا عن القلق الذي أبرزته المقتضيات الإجرائية الجديدة لدى الأوساط القانونية والمهنية والحقوقية؟ فئات المحامين مذكرة مفصلة حول مسودة المشروع، حيث سلطت الضوء على بعض التراجعات التي تضمنها، خصوصا فيما يتعلق بتقليص دور المحامين أمام المحاكم والإبقاء على المسطرة الشفوية كأصل. كما انتقدت فرض غرامات مالية لصالح الخزينة في حالة رفض بعض الدعاوى، بالإضافة إلى التأثير على كفاءة القاضي من خلال تعديل مسطرة التبليغ، حيث تم تحميل المدعي مسؤولية التبليغ. وطالبت الجمعيات ضرورة التراجع عن النصوص التي تسمح بالاستغناء عن تنصيب محامٍ، مؤكدين أن تمثيل الخصوم أمام المحاكم يجب أن يقتصر على المحامين، سواء في إطار النيابة الأصلية أو المساعدة القضائية التي تتحمل الخزينة العامة تكاليفها. ومن بين المطالب كذلك مطلب إدماج مقتضيات إجرائية لتيسير ولوج الفئات الهشة إلى العدالة، في إطار طلب وزارة العدل برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة المدنية. قدم المجلس مذكرة شملت عددا من التوصيات الهامة، وأكد على ضرورة إدخال إجراءات جديدة تسهم في تسهيل وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأجانب، مع توسيع نطاق الحصول على المساعدة القانونية لذلك. وفي السياق ذاته ومن جهة أخرى دعا عدد من الفاعلين الحقوقيين إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية للبت فيه قبل تنفيذه،
استنادا إلى الفصل 132 من الدستور الذي يتيح لمجموعة من النواب أو المستشارين طلب إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقتها للدستور. ورغم ذلك فإن تفعيل هذه الإجراءات يبقى غير مؤكد في ظل الانقسام في صفوف المعارضة وقوة الأغلبية الحكومية، حيث يحتمل أن يتم الإحالة بشكل تلقائي من قبل رئيس الحكومة كما حدث في السابق مع مشروع قانون التنظيم القضائي، خاصة في ظل غياب قانون ملزم يسمح بتفعيل المراقبة اللاحقة لدستورية القوانين. بقي أن أشير بعد هذه القراءة العامة أنه لا بد من الوقوف على المواد المستجدة اللي ليس من حيث الصياغة فحسب، وإنما كذلك من حيث المضمون والمنهجية، وهذا شيء مقبول ومحمود عندما يتعلق الأمر بالتشريع أو صناعة التشريع. ونظرا للكم الهائل الذي أدمجته في هذه الوثيقة بالنسبة للتعديلات والتي تبلغ عدد 60 تعديلا، فسأكتفي ببعض الفصول حتى لا أطيل ذلك، على علم بأن المسطرة المدنية هي مسطرة إجرائية وكتابة الضبط، فقانون المسطرة هو قانون إجرائي كما تسميه بعض الدول. المواد التي لامستها هي عديدة، وأذكر منها المادة 8 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 11 والمادة 17 والمادة 30 والمادة 31 والمادة 375 من مشروع قانون المسطرة، وكذلك المادة 32 والمادة 35، كذلك المادة 61 و 62 و 76 و 77 و 78 و 87 و 95 و 96 و 99 الثلث. وهذه الوثيقة سأترك لفريقنا العتيد فريق الاتحاد المغربي للشغل، وسوف ربما أذكر مواد مادتين أو ثلاث لأن سيطول التعليق على ذلك. من بين الملاحظات المواد 61 و 62 التي تنص على أنه يجب إثارة الدفع بعدم القبول في آن واحد وقبل أي دفع آخر في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، فيما تنص المادة 62 على أنه يمكن إثارة الدفع بعدم القبول في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية. ومن هنا تبرز ضرورة التنسيق بين المادتين لإزالة أي تناقض بينهما. المادة 76 و 77 تنص هاتين المادتان على كيفية إيداع المقال، وترى أن التنسيق بين هذه المواد المتعلقة بالإجراءات والمصادر التقليدية وبين المصادر والإجراءات الرقمية المنصوص عليها في الباب 11 القانونية مع التطورات الحديثة. وكذلك المادة 95 و 96 تشير هاتان المادتان إلى تطبيق قواعد المسطرة الكتابية أمام محاكم الدرجة الأولى، واستثناء القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا ونهائيا وفقا للمادة 30، ويشمل ذلك قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي وغيرها من القضايا الاجتماعية. كما أضيفت لهذه القائمة القضايا التي لم تعد تطبق الاستئناف بناء على معيار القيمة المحدد في فصل 30. من الضروري إعادة النظر في هذه المواد لتوضيح تطبيقاتها وضمان حقوق الدفاع. اكتفي بهذه المواد لأن خصنا ساعة ولا ساعتين باش نذكروا هذه الملاحظات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ مرادت لتناول تحليل المسطرة المدنية واللي ما كيطلقوا عليها ناس العدالة القوانين الإجرائية، لأنها تهتم بجميع المجالات وتهتم بالتالي هي مسطرة طويلة فيها أكثر من 600 حوالي 600 نص، وأخذت حيزا كبيرا من النقاش المجتمعي خصوصا من ذوي الاختصاص، وكان فيها نقاشات وكان فيها كثيرا من الحديث، وهي لا زالت
في مجلس المستشارين، لأن النقاش فيها لم ينتهي بعد والتعديلات لم توضع بعد، وفيها جزء كبير مما تحدث عليه الزملاء قبل المداخلة الأستاذ المرابط فيما يتعلق بأدوار كتابة الضبط، وفيها تعديلات وضعها فريق الاتحاد المغربي للشغل من أجل الرقي من مهام هيئة كتابة الضبط واللي تقدموا بها الإخوان. كان فيها كذلك كثيرا من الحديث، وبالتالي أظن أنها مسطرة مدنية مهمة، وربما يجب العمل على إيجاد هذا التوازن اللي تكلموا عليه في المداخلات في الأدوار اللي كتقوم بها هيئة كتابة الضبط بخصوص هذا القانون بالضبط. اكيد ان هناك اصلاحات تشريعيه، ما يمكنش نذكروا المجهود اللي مبذول في هذا الباب هذا ديال القوانين، لانه بالفعل واش مهم، وكان هو نتيجه ديال المناظره الوطنيه حول الاصلاح اللي جات من بعد 2011 واللي هي ولكن هذا لا يمنعنا اننا نقف عن المبادئ او النقاط اللي خصها تجود في هذه القوانين باش تخرج لنا قوانين على الاقل، ما نقولش قوانين متكامله، ولكن على الاقل فيها واحد الجزء كبير، واحد نسبه كبيره من ما نطمح له من عداله حقيقيه في هذا المجتمع.